ده موسم الباميه وده افضل وقت لتفريز الباميه. تعالوا اقول لكم ازاي. اول حاجه بنجيب حله كبيره على النار، نحط فيها معلقه كبيره من السكر ومعلقه صغيره من البيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم، ونسيب الميه تغلي. واول ما تغلي نبدا ننزل فيها الباميه بتاعتنا. طبعا نكون مقمعينها ومغسوله ومتصفيه. مقمعين الباميه يعني ايه؟ يعني شايلين الجزء اللي هي بتبقى من فوق دي والجزء الصغير اللي بيبقى من تحت. قلبنا الباميه كويس في الميه، نسيبها بالظبط 3 دقايق. اعملوا على المنبه 3 دقايق او لغايه ما الميه تعمل فقاقيع وتفور كده من الجنب. نقفل عليها النار وعلى طول نصفيها الاول، ننزل كل الميه السخنه اللي عليها، نشطفها بميه من الحنفيه، وبعدين نحطها في بوله تانية فيها ميه بتلج عشان تفضل خضره. والتلج ده من بعد ما بتطلع من الميه السخنه بيديها صدمه وتفضل محافظه على اللون بتاعها الاخضر الحلو ده. وبعد كده بسيبها تتصفى تماما، وبعد كده نحطها في علب في التلاجة، نحفظها في الفريزر او اكياس تلاجة عادي جدا على قد الاكله. وبالهنا والشفا. عايزه اقول لكم بتطلع كانها لسه فريش، بتفضل اكتر من 2 سنين في التلاجة، ما بيغيرش لونها ولا طعمها. قولوا لي عايزين نخزن ايه كمان مع بعض.